انت عارفة ان بمعلقتين كبار من السمنة تقدري تعملي فطيرة فلاحي بالحجم العائلي، مورقة بأسهل طريقة توريق، وسهلة جدا وبسيطة. لو أول مرة تعملي فطير أنصحك تشوفي الفيديو ده، لأن ما كانش حد بيفشل في الفطير قدي، والحمد لله رب العالمين بفضل الله بقيت بعمل أحلى فطير بشهادة كل اللي بيدوقه. بس ما تنسيش لو عجبك الفيديو تحطي لي لايك، ويلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وشوف الفيديو وجربي الفطيرة الحلوة دي. معايا 4 كوبايات من الدقيق، أنا بستخدم دقيق جميع الاستخدامات أو دقيق مخصص للفطير. الدقيق بيفرق جدا في نتيجة الفطير. ضفت عليه نص معلقة من الملح ومعلقتين كبار من السكر، وعملت كده حفرة في الدقيق، وهعجن بمية من الحنفية. ال4 كوبايات من الدقيق هيعملوا معاكي فطيرة مقاس 30 حلوة ومحملة مش رقيقة. هبدأ ان انا اضيف المية شوية بشوية، ما تضيفوش المية مرة واحدة. ال4 كوبايات من الدقيق اخدوا معايا كوبايتين الا ربع من المية من الحنفية، مش مية دافية ولا حاجة. يبقى حطيت 4 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقتين من السكر، نص معلقة من الملح. هي دي مكونات الفطير، سهلة جدا. بس هو ليه تكات كده حساسة، هي اللي بتخلي الفطير معاكي يطلع جميل، وفي نفس الوقت ينجح ان شاء الله. ولو مش اول مرة نجح معاكي، جربي مرة واثنين وثلاثة واربعة، وان شاء الله هتعملوا احلى حاجة. بدأت ان انا اعجن في الفطيرة لحد ما بقت ناعمه جدا ولمت طبعا، ونضفت معايا المكان اللي بعجن فيه. مش لازم خالص ان انت تعجني على رخامه ولا مفرش زيي، اعجني في طبق، مفيش اي مشكله. العجينه بقت طريه معايا، وعجنتها يعني مده حلوه قوي لحد ما نعمت ولمت. وهسيبها بقى، يعني بطنت كده المفرش بمسحه زيت، وهسيبها ترتاح. خدي بالك ان اللي بينجح الفطير هي الفترة اللي بتريحي فيها العجينة. لازم نسيب العجينة ترتاح، علشان لما نيجي نفردها ما تمطش وتلم زي الاستك وتنشف معاك الفطير. بصي لما بضغط بصبعي ما بترجعش تاني. انا ريحتها حوالي ربع ساعة، وهقولك ازاي في الصيف تتجنبي ان الفطير يسيح منك. اللي في الطبق دول معلقتين من السمنة، معلقتين كبار من اللي هي معلقة الاكل من السمنة، معلقتين بس. انا مستخدمة سمنة جنة، بحب سمنة جنة جدا في الفطير. لو عايزين تحطوا سمنه بلدي طبعا هيبقى فوق الوصف. خدت بقى الفطيره وهبدا ان انا افردها، بس طبعا لازم تمسحي الحته اللي هتفردي عليها عجينه الفطير بزيت حلو، علشان لو فردتي وجيتي تلمي هتلاقي العجينه لزقت. فلازم تبطني الرخامه او اي صينيه هتفردي عليها كبيره بمسحه من الزيت. وفردتها من غير بقى نشابه ولا فرده ولا حاجه، بايديا ما شاء الله. بصوا فردت، وخدي بقى ودي مع العجينه لانها مرتاحه كويس قوي. لو ما سبتيش العجينه ترتاح مش هتفرد معاكي تماما. وبعدين مش بنسيبها كتير، يعني من ربع ساعه لتلت ساعه على ما تعملي مثلا حاجه وترجعي لها تاني تفرديها. بالنسبه للسمنه طبعا احنا في الحر، والسمنه كلها اللي بره التلاجة سايحه. فانا خدت المعلقتين بتوعي وحطيتهم في طبق، وسبتها في التلاجة ربع ساعه، تبقى مرهميه شويه كده، عارفين تبقى زي المعجون شويه، عشان وانا بفردها على الفطيره ما تسحش وتسيل وتبقى تسقط كده من العجينه. عايزاها انا تمسك، والفطيره تشيل شويه سمنه حلوين، لانه فطير فلاحي مشلتت لازم يشيل سمنه كتير. فردتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وما تسيبيش حته في الفطيره ما يجيش عليها سمنه. المعلقتين ما شاء الله ملوا الفطيره سمنه. حتى لو تلاقوا ان انا بقيت بالفرشه برضو فيها سمنه، اي حته ما عليهاش سمنه ابطنها كده بشويه سمنه، لان كل ما هتورقي بطبقات هيعمل معاكي توريق كتير جدا، وهيخلي الفطيره بتاعتك طريه. دي طريقه الفرد اللي انا بعتمدها. بفرد الفطيره على شكل مستطيل او مدور، وبعمل عليها تقطيع من اليمين ومن الشمال، وما بوصلوش للنص. وببدا ان انا اجيب فردة من هنا على فردة من هنا، واطبقها على القلب اللي في النص، وهكذا لحد ما اخلص كل الفطيرة بتاعتي. ولو تقدري تفرديها في مكان اكبر من كده وترققيها هتبقى انجح واحلى، وتديكي ورقات اكتر. بعد ما بنلمها بنقفلها بقى في الاخر، حتى لو وانت بتفردي اتقطعت منك او اتقطعت حتت صغيرة ما تقلقيش، كل ده مش بيبان في الاخر. شايفين حضراتكم بعد ما انا طبقت كل الورقات على بعض، سبتها وغطيتها برضو بالكيس او بالبلاستيك، سبتها ترتاح برضو ربع ساعة، لان مهما هتعملي فيها مش هتديكي نتيجة ولا هتلم معاكي. بدأت ان انا المها على شكل دايرة عشان احطها في الصينية. قفلتها من تحت بالشكل ده على شكل زي البقجه كده، وبدات ان انا اديها الشكل الدائري من غير ما اعجن فيها ولا حاجه عشان السمنه ما تخرجش. ودي صينيه مقاس 30 مع ال4 كوبايات دقيق بتعمل معاكي فطيره ما شاء الله حلوه قوي. وانتوا كمان بتفردوها ما تحاولوش ان انتوا ترققوها من الاطراف. هنا برضو لازم نريح برضو الفطيره تاني. هو نجاح الفطير يا جماعه في اننا نريح العجينه، مع كل خطوه بتعمليها لازم تريحيها. بصوا هتلاقوا فيها فجوات هواء ما شاء الله، وبدات ان هي تقب كده. هبدا ان انا افردها، باخد بطريقه الفرد بتاعه الفطيره في الصينيه، باخد من النص للطرف،
من النص للطرف، مش بضغط على الطروف وبسيب القلب زي ما هو، لازم تاخدي من النص للطرف. طب لو ما عندكيش صينيه مقاس 30 وعايزه تعملي الاربع كوبايات دي بتوعك فطيره، وعندك صينيه كبيره مثلا، افردي الفطيره في الصينيه الكبيره، ما توصلهاش للاطراف، افرديها في النص، ما توصليها لاطراف الصينيه علشان تبقى سميكه وتبقى محمله، ما تبقاش رقيقه وتنشف منك جدا من عند الاطراف. هسيبها بقى ربع ساعه في التلاجة ترتاح، وطبعا مغطيه وشها بنايلون عشان السمنه ما تسحش، خصوصا ان احنا في فصل الصيف. لكن لو في الشتاء دخليها الفرن بعد ربع ساعه من ان هي ترتاح. ولازم نريح الفطيره للمره الاخيره. 50% من نجاح الفطير هي التسويه بتاعته. بتاخدي الشبكه اللي في نص الفرن وبتحطيها فوق القاعده مباشره، ودرجه حراره الفرن بتكون اعلى درجه. الفطير بيقعد من 15 ل 20 دقيقه بالكتير. بتلاقي ان هي ما شاء الله بدات تاخد لون من الاطراف. على طول بتفتحي عليها الشوايه ثواني، واول ما بتخرجيه بحب اغطيها بكيس نايلون علشان بتطرى. ما تحاوليش خالص ان انت تقطعيها وهي سخنه عشان هتتكسر منك. ما شاء الله بعد ما بتبرد هتاخدوا نتيجه هايله بفضل الله طبعا. يا رب ان شاء الله يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احلى فطير. وما تنسوش لو عملتوها اول مره وما ظبطتش جربوها تاني وتالت ورابع لغايه ان شاء الله ما تعملوا احلى فطير. لو عجبك الفيديو شيريه لحبايبك، واشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية في حفظ الله ورعايته.